مصر سقطت أمام ألمانيا 25-30 خلال أولى المباريات التي أقيمت أمس في بطولة العالم لكرة اليد رقم 22 والتي تستضيفها السويد. يعني المنتخب التونسي خسر قدام المنتخب الفرنسي 19-32. المنتخب البحريني اتهزم من المنتخب الأسباني 22-33. يعني المنتخبات العربية مردودها في الافتتاحيات كان 0. يعني منتخب الجزائر يمكن امام المنتخب الصربي يعني 24-25 كان بيكافح. يمكن زميلنا حسام زايد موجود في السويد، ولكن رايك على مردود المنتخب المصري خصوصا انه تخبط في فتره الاعداد؟ يعني انا مش عايز اقول ان هو تخبط في هذه الفتره تحديدا من اعداده، لكن المنتخب المصري تراجع كثيرا بعد كان له تصنيف عالمي. تراجع كثيرا مع اعتزال بعض النجوم او اجبارهم على الاعتزال وعدم المحافظه على الدعم اللي كان بيلقاه هذا المنتخب في اجيال متلاحقه او في دعم من جهات مختلفه. اللي انا عايز اقوله ان الخساره مشاكل مجلس الاداره وراء هذا التراجع يا استاذ اسامه طبعا سبب من الاسباب، يعني طبعا من سبب على الرغم من الاستاذ هادي فهمي بيحاول يلملم الدنيا، لكن لا طبعا يعني يعني ده جزء اصيل طبعا من المساله. يعني اللي انا عايز اقوله ان كان منتخب مصر كان عنده امل حقيقي في مباراه المانيا. ايوه دي كانت هتبقى بوابته للتاهل للدور الثاني، لانه عنده ماتشين بعد كده اعتقد ان هو صعب جدا ان هو يكسبهم، وان كان يعني ماتشين اللي هو فرنسا واسبانيا ورا بعض بالظبط يعني والتصنيف اعلى. فيعني كان ان هو كان يكسب مباراه امس مع المباراه ويعلق امال على مباراه تونس والبحرين فكان يقدر يعدي للدور اللي بعد كده اللي هو الدور الرئيسي للبطوله. اعتقد ان هو دلوقتي تضاءلت اماله قوي، وان كنا احنا في الرياضه يعني بنحب نتمسك